مبدأ أنا باكل ليه أو مفهوم أنا باكل ليه. باكل عشان بحب الاكل. ايه اللي باكل بحب ليه؟ الأكل بحب الأكل، بس أنا باكل ليه؟ ده مصدر طاقة داخله لجسمي عشان أعرف أؤدي دوري كل يوم. باكل وانا فرحان، باكل وانا زعلان متوتر، باكل. أنا هتعلم إن أنا أفرح وأزعل وأخاف وأتوتر، بس من غير ما أربطها بتأثير سلبي على صحتي. ناس كتير بتيجي تسأل أنا عايزة أخد بالي من أكلي، أنا عايزة أعمل دايت، وهي لسه عندها مشكلة الأكل العاطفي، عندها مشاكل نفسية بتأثر على التزامها بالأكل الصحي. لو الأولوية هي الصحة النفسية يبقى أخد وقتي وأطور نفسي في الصحة النفسية، وبعدين أخد خطوة الاهتمام بالتغذية. لو أنا النهاردة مستقل، فأنا مش بس مستقل ماديا، أنا مستقل عن نفسي صحيا. أنا لوحدي جزء كبير ومؤثر، واللي حواليا جزء كبير ومؤثر برضه. دايما محتاج الشخص يبقى عنده وعي بفكرة المسؤولية. انت خلاص بقيت مسؤول من نفسك، فكرة الفعل مش مفعول به التاني. صحتك انت مسؤول عنها من خلال، بقول واحدة من الحاجات، سواء الأكل سواء الرياضة. احنا ثقافة النشاط البدني او الفيزيكال اكتيفيتي في مصر ضعيفة جدا، فالشكل الرياضي او اللي هو لوك فيت ده حاجة، وبي فيت ده حاجة تانية، ان انا اكون اصلا رياضي او اكون اكتيف او اكون نشيط. حياة الاستقلالية غالبا بتبقى الأدوية دي يا في درج في المطبخ أو في التلاجة. أخ من إخواته يقول له لا بص بقى، خد بقى اضرب دي، واحد بنادول هايل. لو انا عايزة قدام ابقى عندي الاستقلالية ان انا ما اروحش كل مرة للدكتور، يبقى لازم اتعلم. وسألت الأسئلة المناسبة للدكتور، انا باخد ده ليه واسمه ايه، دي فترتي ان انا اتعلم، دي فترتي ان انا اخد تجربة. ايه اللي هيحصل لي او ايه اللي هيحصل لجسمي لو انا ما خدتش مسؤولية ان انا ابقى باكل اكل صحي. خسائر الصحية بتبقى على المدى القصير والمدى البعيد. المدى القصير انا ممكن احس بيه، ممكن ما احسش. لو حسيت يبقى ده انذار. المرض بيحط الشخص تحت تأثير الاجبار. جوه الدور انا مش مستقل، انا في حد مسؤول عني. يمكن دي بتشيل شوية عني المسؤولية ان هي تبقى في ايد حد تاني، بس انا ليه ايه دوري دلوقتي وانا جوه الدور قبل ما استقل. النهارده حلقة جديدة من بودكاست جايلك في حوار. النهارده بنتكلم على الصحة العامة والتغذية السليمة وتأثيرها على حياتنا وعلى شغلنا وعلى علاقتنا بنفسنا وبالناس اللي حوالينا. النهارده معانا دكتورة نورهان مدحت. نتعرف بحضرتك يا دكتور. ازيك يا رضا؟ انا دكتورة نورهان مدحت، طبيبة اسنان متخصصة في مجال الصحة العامة. حضرت ماجستير في الصحة العامة في الصين، وحاليا انا بدرس في نفس المجال، بحضر دكتوراه. وفي خلال الفترة اللي عملت فيها الماجستير اخدت سيرتيفيكيشن في اللايف ستايل كوتشنج، وبقيت مدربة اسلوب حياة معتمدة، وانا سعيدة جدا بوجودي النهارده. احنا كمان مبسوطين بحضرتك معانا. طيب احنا النهارده بنتكلم على فكره بنقول الصحه العامه والتغذيه السليمه، خاصه للشباب اللي اتربوا في دور ايتام، ومع العلم ان هم بعد فتره بيروحوا لحياه الاستقلاليه. بيحصل كده شويه بقول ربكه عن اللايف ستايل بتاعهم جوه الدار، وبعد كده لما بيجي يخرجوا بيضطروا يعتمدوا على نفسهم في كل التفاصيل بتاعت حياتهم، خاصة الجزء اللي ليه علاقة بالأكل والشرب والاهتمام بالرياضة ومواعيد النوم والأدوية وكل اللخبطة اللي بتحصل في حياتهم. هم محتاجين يبقوا مسؤولين عنها. يمكن سؤالنا هنبتدي بيه أصلا، يعني إيه الصحة العامة؟ الصحة العامة هي علم وفي نفس الوقت فن الاهتمام وتحسين صحة الإنسان والوقاية من الأمراض. بس هي مش مقتصرة بس على الوقاية من الأمراض أو وجود مرض، هي بتشمل كل جوانب الحياة، الاهتمام بيها وإزاي نحسن منها عشان بالتالي تحسن صحة الفرد وبالتالي المجتمع. في الدراسة بتاعتنا احنا دايما بنقدم إرشادات أو guidelines عشان نخلي أكتر طريقة ممكن إن الشخص وهو في بيته يقدر يطبقها، تبقى طريقة بسيطة يهتم بيها بصحته بنفسه. فالإرشادات دي احنا دايما بنقدمها لأن أحسن استثمار للشخص هو استثماره في صحته. حلو قوي حلو قوي. طيب خلينا أسأل إنه ازاي البني ادم يقدر يقيم نفسه دلوقتي، يقدر يقيم حالته الصحيه دلوقتي، الدنيا ماشيه ازاي، مظبوط ولا بعك ولا ايه الدنيا؟ ازاي اقدر اقول والله انا في حته كويسه او والله لا انا متاخر قوي محتاج اشتغل على نفسي في حاجات معينه؟ أنا عشان أهتم بصحتي ممكن أمشي على 4 خطوات. أول خطوة هي القرار. أنا هاخد قرار دلوقتي بإرادتي إن أنا عايزة أهتم بصحتي، أو لظرف ما أنا بقيت مستقل بنفسي وغصب عني أنا لازم أخد بالي من صحتي وبقى مسؤول عنها. فسواء بإرادتي أو غصب عني أنا لازم أول حاجة أخد القرار. تاني حاجة
ان انا اقيم نفسي. فالتقييم بيجي تاني مرحله بعد ما اخد القرار ده. هقيم نفسي ازاي؟ سؤالين بسيطين: انا فين؟ where do I stand where do I want to go؟ انا هروح لفين؟ عشان اقول انا فين دلوقتي، في عوامل لجوانب الحياه ممكن ابص عليها اشوف انا وصلت فيها ايه دلوقتي، وبالتالي هقدر اشوف انا واقف فين. زي الصحه، التغذيه، النوم، النشاط البدني، الصحه النفسيه، الحاله الاجتماعيه بتاعتي والسوشيال كونكشنز بتاعتي، ارتباطي باللي حواليا. كل العوامل دي ليها تأثير على صحتي. فأنا هشوف أنا واقف فيها إيه دلوقتي. طب أنا هشوف ده إزاي؟ تيجي تالت خطوة وهي المعرفة. المعرفة هي أقوى حاجة نقدر إن احنا نوعي بيها نفسنا. أنا هعرف أكتر عن كل مجال في مجالات الحياة المختلفة اللي ليها تأثير على صحتي، وبالتالي هعرف أشوف والله أنا دلوقتي في ليفل acceptable، مقبول ولا لأ، ولا لازم أحسن وأطور من نفسي. فدي تالت خطوة. رابع خطوة دي الأولوية والقدرة. أنا لو الخطوة دي بالنسبة لي إن أنا أخد بالي من أكلي ده أولوية بالنسبة لي دلوقتي، فبالتالي أشوف مقدرتي إيه وأخد خطوة واحدة قدام. لو أنا ما حسبتش الأولوية هقف في النص. ناس كتير بتيجي تسأل أنا عايزة أخد بالي من أكلي، أنا عايزة أعمل دايت، وهي لسه عندها مشكلة الأكل العاطفي، عندها مشاكل نفسية بتأثر على التزامها بالأكل الصحي. فأنا لازم أرجع خطوة لورا وأشوف إيه الأولوية اللي عندي. لو الأولوية هي الصحة النفسية يبقى أخد وقتي وأطور نفسي في الصحة النفسية، وبعدين أخد خطوة الاهتمام بالتغذية. كل العوامل دي لو أنا مشيت ستيب باي ستيب من الأولوية، هي دي اللي هتخليني أقدر أخد بالي من صحتي بطريقة مستمرة ومستديمة، مش إن أنا هضطر إن أنا أقف في النص. اوكي، لما بنتكلم عن الاولويات خليني اقول لك كشاب من الشباب بيتربى في دار وخرج قعد شويه لحد ما استقل وكده. هي الاولويه بالنسبه لي اصلا ان انا اجيب فلوس عشان اكل واشرب مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي. فعلشان اوصل للمستوى بتاع ان الاولويه ان كمان اكلي يبقى اكل صحي، اعتقد ده بحس انه او زي ما بتسوق دايما انه ده بيبقى غالي. الحالة الاقتصادية بتبقى مش عارف عاملة ازاي، اسعار الحاجات الصحية بتبقى غالية او ده اللي بيتروج ليها. فده بيخلي الواحد بقول لا هو انا عايز اكل خلاص. أوكي. يعني اي حاجة هاكلها بقى تمام، بس يكون سعرها بقول عليه معقول مقارنة بالمرتب بتاعي، وفي نفس الوقت سريعة. انا برضو لو انا مثلا بشتغل فبرجع مهدود في اغلب الوقت يعني، او لو انا مثلا بكمل في الجامعه فبرضه برجع مهدود فعايز اكل حاجه بسرعه فبكروت. أوكي. في الناحيه الصحيه بحس انه لا الموضوع مكلف. لأنه أنا لازم دلوقتي أدخل عاملين مهمين جدا من العوامل بتأثر عليا: عامل البيئة اللي حواليا والعامل الاقتصادي. هسأل نفسي سؤال: اهتمامي بالحياة الصحية هيخسر ولا هيوفر؟ انت تقول ايه؟ ما اعرفش، حاسه هيخص يعني ما اعرفش مكلف. هنشوف. من وجهه نظري ما اعرفش. هنمسك أول حاجة الأكل. احكي لي بتاكل ايه؟ انا باكل كل حاجه يعني، يمكن بقول مراتي عامله لي هنا لانش بوكس محترم. في هنا هو ده طبق سلطه حلو. خطير كده بالجبنه حلو قوي. والزيتون. في بيضه عظيم. بروتين. يعني. حلو. في كمان تفاحه فواكه. اهو، حلو. جوافه فواكه. حلو قوي. برضو. بس يعني طلع كل حاجة يا رضا. لا ده دي اضافات يعني، ده كان حاجات تانية دي مالهاش علاقة هنطلعها كلها. بمراتي. ده كيس معروف مكرونة جاهزة. جاهزة. اوكي. تمام. ده سناك كده، حاجة بس كده اوكي. يعني هنحل ذرة. بيه. تمام. ماشي ذرة حلو قوي. يعني. حلو جدا. انا عشان افهم انا باكل ايه محتاجه انا اعرف بيزكس، حاجات اساسيه جدا. ايه اللي انا جسمي بيحتاجه والاكل ده اصلا عباره عن ايه؟ لو انا باكل بكونسبت او بمبدا ان الاكل ده هو مصدر طاقه، فهبقى اختياري جدا كل يوم وهعرف ان انا اخد الاكل اللي هيديني طاقه طول اليوم، غير لو انا باكل من غير وعي ومن غير مبدا انا باكل ليه او مفهوم انا باكل ليه. فمفهوم انا باكل ليه؟ باكل عشان بحب الأكل. ايه اللي باكل بحب ليه؟ الاكل. باكل انا عشان معاك، بحب الأكل. كلنا بنحب الاكل، كلنا بنحب الاكل. اوكي. ولكن لو انا ضفت للمعلومه البيزك اللي عندي معلومه اساسيه عن الاكل، هيفيدني جدا في اهتمامي بصحتي، لان هي دي اول خطوه. انا دوري في الصحه العامه ان انا اوعي الناس بالطرق دي، بالمفاهيم، مش بس مجرد اقولك كل ده وما تاكلش ده. لا، انا الاول بحط المفهوم الاساسي لكل حاجه. بحب الاكل، بس انا باكل ليه؟ الاكل ده عباره عن ايه؟ ده مصدر طاقه داخله لجسمي عشان اعرف أدي دوري كل يوم، أعرف أمشي، أعرف أتحرك، أشتغل، أنام، أصحى. كل ده
عن طريق مصدر الغذاء بتاعي، فهو مش اكل، هو غذاء. كون ان انا بحب الاكل دي حاجه جميله جدا ولطيفه جدا، بس هزود عليها كونسبت اساسي وهو ان هي مصدر طاقه. فانا هحب الاكل وهختار الاكل اللي انا بحبه وفي نفس الوقت يديني مصدر طاقه عاليه. بس كده، هي دي الطرق اللي انا بتخذها، ان انا بحدد الكونسبت والهدف بتاعي في الاكل، فبالتالي هيأثر على اختياراتي. مش هختار بس اكل صحي لمجرد انه بيديني طاقه، لا، هختاره صحي وحلو وجميل وبحبه. هحكي لك موقف. كنت ايام العزوبيه، سيبك بقى من الحاجات الحلوه اللي قدامي دي. اوكي. ايام العزوبيه انا فاكر كويس قوي، كنت دايما زي ما بقول بدور الحاجه السريعه والحاجه الرخيصه. مهم. خلاص، وبقول ده كان في الاول عشان مرتبي والله بسيط. بعد شويه ربنا كرم، يعني في الاول مثلا كنت اجيب شويه اندومي واعمله ومش عارف ايه واجري تمام. يعني هقطع عليه بصلايه جزرايه وكده، انا تمام عشان بحب الطبخ. بس ربنا كرم شويه، قلت طب خلاص انزل اكل من بقى محلات ومطاعم وحاجات زي كده. بعديها بشويه قلت بقى لا، ناكل بقى شويه صحي، الحمد لله مرتبنا زاد، اجيب بقى دليفري. فده كان بالنسبه لي تدرج ال... التطور بتاعك في الاكل. وكنت يعني وفاهم ان هو ده كده كان الاكل المظبوط حلو قوي كده، انا كده كويس. تمام. الاكل ده بيزد على الحاله الماديه، مظبوط. مظبوط. طيب هنزود عليه كونسبت الحاله المعرفيه، معرفتي بالاكل. بس كده، انا دلوقتي معايا فلوس، كده كده انا هجيب اكل. بس انا لما ابقى عارفه انه ايه الاكل الحلو الجميل اللي هيديني طاقه في نفس الوقت، هستفيد بالفتره اللي انا فيها في قدرتي الماليه دي اصرف اكلي على ايه بالظبط. انت في الاول ابتديت بالاندومي او المكرونه الجاهزه، بعد كده ابتديت تحط عليها خضار، ابتديت تستفيد اكتر بالخضار او بالاكل اللي ربنا خلقه على نطاق اوسع شويه على حسب قدرتك الماليه. اشمعنى الخضار؟ يعني عايز اقول اشمعنى الخضار هو كده بقيت حاجه كويسه، يعني بقيت اضافه. هفهمك. احنا دلوقتي المصادر الاكل في اساسيه وفي غير اساسيه. الاساسي عندي كربوهيدرات، بروتين، ودهون، بلس الفيتامينات والمعادن، بلس الميه. العناصر الاساسيه دي لازم ادخلها لجسمي كل يوم، ما ينفعش يوم يعدي من غير ما ادخلها باي صوره من الصور وباي طريقه من الطرق وباي تكلفه. انا كده كده هصرف على نفسي كل يوم ان انا اشتري واجيب اكل، فالعناصر الاساسيه دي لو موجوده في اكلي كل يوم انا كده ممتاز، انا اديت لجسمي مصادر الطاقه اللي هو محتاجها. في مصادر غير اساسيه زي الالياف، الاملاح. المصادر الغير أساسية دي أنا جسمي يقدر إن هو يستفيد بالمصادر الغذائية الأساسية على حسابها، مش محتاج ضروري كل يوم إن أنا تبقى موجودة في جسمي. المصادر دي موجودة في الخضار والمكسرات، والمكسرات تقدر برضو إن أنت تستفيد منها مش بس في العناصر غير أساسية، بل في العناصر الأساسية زي الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن أسهل حاجة إن أنا أخدها منها هي المكسرات، أو أسهل مصدر هو المكسرات. طيب بالنسبه للفاكهه فيها ايه؟ الفواكه هي فيها السكريات، نسبة السكريات اللي في الجسم اللي محتاجها. الفواكه فيها ألياف بقدر برضو ان انا استفيد بيها وبتعمل بالانس ما بين نسبة السكر ونسبة الألياف لو انا خدت الفاكهة بصورتها طبيعية. بس فدايما مش عصرها. مش ما تعصرهاش الفاكهة اوكي. للأكل علشان استفيد بنسبة الألياف اللي في القشرة وفي نفس الوقت نسبة السكريات، فبيعمل بالانس في نسبة السكر في الجسم. لو انا اخدت العصير لوحده من غير مصدر الفاكهة أو متصفي أو من غير القشر بتاعه، فأنا كده استغنيت عن أهم عنصر هو الألياف اللي بيحاول يبالانس نسبة السكر اللي في الفواكه. اوكي. طيب السلطه والمكونات الميكس الحلو ده أنا هقولك على حاجة، أنت كده عامل كولكشن، أنا ممكن أخده بالتدريج. ماشي. أصح حاجة هي الأكل في صورته طبيعية زي ما ربنا خلقه بالظبط. لو أنا قدرت إن أنا على أقل 80% من أكلي هو مصدر طبيعي، هو ده الأساس. ممكن 20% اخليهم للظروف، انا عندي ظرف ان انا هضطر ان انا اخد اكل من بره، عندي عايزه حاجه سناك سريعه، مفيش مشكله. واحد كده سجق سريع كده مثلا على العربيه وانا معدي. سجق سريع، انا ممكن اخد اي اكل. احنا لو مسكنا الاكل الجاهز وبصينا على القيمه الغذائيه، هنلاقي برضو فيه نشويات، بروتينات، ودهون، نفس العناصر الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها. بس النقطة هنا إن المكونات دي تعرضت لإيه؟ لبروسس من المواد الحافظة عشان تقدر خطوات في بروسس التصنيع بتاعته. بالظبط عشان توصل بالشكل إن المكرونة تبقى بالشكل الملولو ده أو الشكل الكيرلي ده وتبقى جاهزة إن هي تطبخ في أي وقت. المواد الحافظة بقى هي اللي بتخليني أخسر العنصر الغذائي بتاع الأكل نفسه. يعني كأني ما كلتش حاجة ولا ليها لازمة، كأني كلت حاجة بس بدون الاستفادة الكاملة ليها. فانا بتعلى نسبه الكفاءه بتاعه الاكل لما اكله بصورته طبيعيه، وبتقل لما اكله بصوره محفوظه زي دي، زي الصلصه. الفرق بين الصلصه والطماطم ايه؟
الطماطم انا واخداها طبيعيه، الصلصه تعرضت لمواد حافظه، فبالتالي انا بتاثر. مش بس هي ممكن تخليني ما استفدش بالقيمه الغذائيه، لا انا ممكن اتاثر كمان لو فضلت بستهلك كل اكلي بمواد حافظه، انا كمان بتاثر على صحتي بصوره سلبيه. كيس الاندومي ده مثلا بحوالي 5-7 جنيه دلوقتي، انزل اجيب تمام، بيهم ممكن مثلا من عند اي عطار مكرونه سايبه خلاص، مظبوط، بتهيألي وطماطميتين واعمل مش عارف مكرونه بالصلصه يبقى احسن. صح بالظبط. كده يعني، في بديل متخيل ده. وبنفس القيمه الماديه. مم. فهي انا دايما في استفاده من الاكل، لكن لما يبقى في صورته الطبيعيه. لو انا ما قدرتش اخلي كل اكلي في صورته الطبيعيه، على الاقل انا عندي المعلومه في اختياراتي للاكل كل يوم. هحاول ان انا استهلك اكلي، او ان انا استخدم الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه واللي انا بطبخه في البيت. ما قدرتش، يبقى انا عارف حتى في اختياراتي في الشارع انا هشتري ايه، هجيب ايه. هحاول ان انا اجيب الحاجه اللي ليها فتره صلاحيه قليله، زي الزبادي، زي المكسرات. كيلو موز مثلا انا معدي نص كيلو مثلا ولا حاجه. بالظبط. اكل. الفواكه، اوكي. الزبادي، المكسرات، دي احلى سناكس ممكن تتجاب في الشارع. اللب، يعني اللب مفيد جدا ورخيص، اللب مش رخيص غالي، بقى غالي وفي دلوقتي بس ماشي في يعني، فيتامينات هي وفي رخيص شويه، معادن. تجيبي 5 جنيه مثلا ولا ماشي ولا حاجه بس اهم حاجه ما يكونش مملح او مسكر، لا ايه ده، ينفع بلب من غير ملح؟ عشان استفيد منه وما يرفعليش مستوى الاملاح في الجسم على قد اه. ما اقدر. طيب الجبن والالبان، انا شايف السلطه الحمد لله. السلطه الجميله اللي انت جايبها فيها عنصر البروتين، فانت كده ضمنت ان انت على مدار اليوم هيبقى عندك مش بس الخضار اللي هي الكربوهيدرات، لا انت كمان اضفت لي، والالياف، انت اضفت لي البروتين عن طريق الجبن. فالجبنه او البيض، المنتجات الالبان ممتازة جدا كمصدر البروتين بلس الخضار. فانت ممكن تكتفي بالسلطة دي بالجبنة كوجبة أساسية. اه فعلا، مظبوط، افطر بيها، ده الفطار مثلا خلاص. بالظبط. ممكن تضيف ليها بيضة مسلوقة زي انا اللي انت جايبها في دي بيض، بالظبط. في زيتون كمان، ده الزيتون حلو. في املاح الدهون الصحية اللي احنا بندور عليها. اوكي. انا كل الطبق اللي انت ماسكه ده هو عبارة عن اكزامبل لوجبة أساسية فيها كل المكونات الغذاء بتاعتي: ألياف، خضار، وزيتون اللي هو الدهون الصحية، والجبن اللي هي بروتين. كنتش عارف ان الزيتون ده دهون صحيه والله، ده كده تلاقيه عشان طعمه حلو بس. شايف لا، مصادر في يعني الدهون، طماطم الزيوت، كمان الزبدة، وخيار. الزيتون، مصادر الدهون مهمة قوي في أكلنا. ولو احنا برضو ضفناها في صورة كده زي ما انت بتقول بتحبها، مم. يبقى أنا كده استفدت بيها. حطيتها كصورة زيتون أو معلقة زيت زيتون، أو الزبدة اللي بناخدها بنحمر مثلا، بنقلي بيها بيض. او المصادر، بسلقها بسرعه يعني، بتاخدش بس 10 دقايق في السلق يعني، بالظبط. على طول وانا واقف بلبس ولا حاجه كده. عشان برضو بتكلم على الشباب اللي بقول بيبقى الشغل مثلا بيشتغل مثلا الصبح لحد مثلا الساعة 6-7 بالليل، فبيبقى عايز حاجة بسرعة، فيمكن البيض بقى بيض، أو بقول لو بقى ينزل بقى بره ممكن شقة فول الفول كويسة، الفول شقة بطاطس مهروسة. حلو، البطاطس المهروسة يعني جميلة دي جدا، حاجات الفول، البطاطس، مغرية بس حلو. كل دي في صورة طبيعية، ما عملناش أي تغيير. وكمان آه، بتاخده طبيعي، يعني ما أوكي. مش في مواد حافظة، ما خدتهوش مثلا. كيس شيبسي آه، مثلا. ما خدتهوش في صورة كيس شيبسي بالظبط. ماشي. طيب هسأل حضرتك سؤال كمان، احنا بنتكلم على الشباب والأطفال اللي لسه جوه الدور، هما بيبقوا جوه سيستم خلاص، 3 وجبات أساسية، غير مثلا هو مثلا في المدرسة، أو بقول لو مثلا دخل الجامعة وهو لسه جوه الدار، بيبقى في السندوتشات مثلا هي بتاعت معاك في المدرسة، أو لو أنت يا سيدي في الجامعة فبيبقى في وجبة سناك مثلا بقى، جيلي، رز بلبن، مش عارف إيه، بتبقى بعد الأكل، او ممكن فاكهه. الناس دي جوه سيستم، بقول مش هما اللي بيختاروا بالظبط الحاجات اللي بياكلوها في الفتره ديت، يعملوا ايه؟ هو خلاص اوكي، عارف ان الطبخ ده مثلا بيتعمل مثلا بزيت نباتي، بسمنه بقول عليها مصنعه مثلا نباتي برضو، زي مش عايز اقول براندات بس يعني، وبياكل 3 وجبات في مواعيد معينه. ازاي هو ممكن ياخد قرارات بشكل ما عشان يحافظ على نوع الاكل اللي بيدخل له او اللي بياكله؟ طبعا هضيف حاجه، ان بيبقى بالتبعيه خلاص بنبقى زهقنا من الاكل ده، فبنروح السوبر ماركت نبتدي نجيب حاجات نجود، مولتو بقى، شيبسي، مش عارف ايه، حاجات زي كده كتير. او لو انا والله في الاوضه بتاعتي
عندي سخان مثلا ولا حاجه، ممكن اقف ايه اجيب لي بقى كيس شعريه بلبن، مثلا بالليل مكرونه بالصلصه اعملها، وانا ايه خلاص عشان لو زهقت يعني من الاكل ده. شايف ايه ممكن يبقوا الشباب والاطفال يبقوا بيعملوا حاجه، يعني يركزوا في حاجات يقدروا يعملوها؟ يعني مثلا موضوع انه ينزلوا يتمشوا شويه مثلا، انواع الرياضه مثلا ممكن تغطي شويه. انا عايز اقول نطلع باقل خسائر من الموضوع دوت، طالما انا مش في ايدي القرار قوي لسه في الاكل تمام. اللي انا باكله. انا هتكلم على خبرة انا اكتسبتها لما سافرت بره وعشت لوحدي برضو في سكن، وكنت تحت إرادة أو تحت ممكن نقول تحت تحكم المطبخ اللي عندنا في السكن. فكان ده السكن بيتقدم لنا الجامعي؟ سكن جامعي، اوكي. وكان بيتقدم لنا برضو 3 وجبات. طبعا انا مش هتكلف ماديا خالص لو انا استفدت ب3 وجبات اللي بيقدوها لي او اللي بيقدموها لي كل يوم. الفكره في المطبخ ان هما مش بيفرقوا ما بين الناس، او ما عندهمش كل الصلاحيات اللي تخليهم يختاروا انضف اكل واصح اكل، دايما بيستخدموا المتاح. وكذلك هنا زي ما انتوا صح، في الدور، زي الدور. فكل مكان بيقدم دايما المتاح والمناسب ليهم. يجي الدور عليا انا قلت ان في الخطوات الاهتمام بالصحه في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه المعرفه. المعرفه هي اللي انقذتني لما ابتديت اعرف انه انا مسؤوله عن نفسي، وان انا دلوقتي ليا دور في اختياراتي للاكل. فبالتالي انا ممكن ابص على الاكل واختار وما اختارش، ما اكلش كل الاكل كده من غير ما يتفلتر او من غير ما اشوف ايه الاصح والانسب ليا. فمعرفتي بالاكل هتفيدني بقى هنا في النقطه دي. انا بيتقدم لي الاكل بس انا عارفه ايه الانسب، انا عارفه صوره الاكل في شكله الطبيعي وفي شكله غير طبيعي، او شكل الصحي وشكل الضار. الفرق بيبقى في ايه؟ لما بشوف الاكل دلوقتي المطبوخ في صورته طبيعيه زي الفراخ المسلوقه او المشويه، او فراخ مثلا متحمره، اكيد الزيت اللي اتحمرت بيه ده مش زيت اول مره يستخدموه، ده ممكن يكون اتحمر بيه اكتر من مره. فانا هختار ان انا اخد الاكل المسلوق او المشوي علشان النقطة دي، عشان انا مش ضامنة الزيت اللي استخدموه. لو انا اللي بستخدم الزيت فانا هبقى ضامنة ان هو ده استخدامي انا، وان انا بستخدمه مرة واحدة، او بستخدم نوع من انواع الزيوت اللي ما بتتأكسدش وهكذا. ولكن انا اخترت ان انا هاخد الوجبة الاساسية بتاعتي على الاقل بدون خسائر بدون اضرار. فالمعرفة هنا بتفيدني اعرف الاكل الصحي في صورته في كل صوره، اشوف انا كل يوم بتقدم لي اكل ايه وادرسه والله ده مناسب ليا ولا لا. وكذلك الخضار ممكن يطبخ بصوره طبيعيه جدا مسلوق، بالصلصه عندنا وهنا بالصلصه. هناك اه. بقى كان بالايه، بالصويا صوص والصوصات الصوصات المليانه املاح والمضره جدا. فبالتالي انا كان كل اختياراتي ان انا اشوف الاكل الشفاف اللي هو يعني لسه ما تلعبش فيه. بالظبط ها. بالظبط، او الاكل اللي زي ما هو البطاطا البطاطس، مم. كل الحاجات اللي كانت مطبوخه فعلا مكرونه بصوره. بشاميل ايه اخبار معانا؟ ما كان ما بيعملوش مكرونه ما بس كانوش انا اللي بس في بعملها بقى. الدور. دي كانت المرحله التانية. طيب انا ليه ما اخدش بقى خطوه؟ انا ممكن اصرف شويه لو انا مستواي المادي اتحسن شويه، ان انا ابدا ان انا على الاقل وجبه رئيسيه انا اللي اعملها، او ان انا اللي اطبخها وانا اللي اجيب الاكل للوجبه الاساسيه دي. ممكن بقيه الوجبات تبقى من المطعم او المطبخ، ولكن طول ما انا عندي قدرة مادية ومعرفية ان انا استخدم الاكل في صورة تفيدني واستفيد بيها وتعلي من الطاقة بتاعتي، يبقى ده في صالحي. لان انا ساعات ببص على انه على اللونج ران او على المدى البعيد انا هبقى صحتي تتأثر. لا، انا صحتي بتأثر كل يوم في نفسي، في مستوى طاقتي. انا ممكن اتمشى واتعب بمجرد ان انا اكلي بقاله مثلا اسبوع كله مش صحي، كله زيوت كله فاست فود، وهشوف الفرق في تاني اسبوع على طول لو انا قررت ان انا اخد الجنب الصحي واهتم باكلي. هيفرق لحظيا مش بس على المدى البعيد، في نفسي وفي حركتي وفي الطاقة بتاعتي. الرياضة زي ما انت قلت مهمة جدا. لو جينا نتكلم عن الرياضة هي اكتر حاجة فعلا ممكن تعوض مشكلة الاكل. لو انا ما عنديش وقت ان انا خالص اخد بالي من الاكل، طب تعالى نبص على او ما الرياضة. عنديش القرار، او ما عنديش زي ما بقول على الشباب اللي جوه والاطفال اللي جوه الدور، ما عندهمش قرار، هو ده اللي موجود يا حبيبي وده المتاح دلوقتي فهتاكله. بس انت قلتي حاجه مهمه جدا هاكدها، فكره انه خلاص انت ممكن تختار من الاكل اللي قدامك الحاجه اللي انت شايفها صحيه او اللي هي صحيه بشكل ما.
عن ان انت تبقى بتاكل كل الاكل وخلاص عشان هو ده المتاح وهتبقى بتاكله والسلام. يعني انه بقول بتشيل مسؤولية انه طبعا انك فاعل مش مفعول به. طبعا، لان انا وانك خدت المسؤوليه دي ما اديتهاش لحد. بالظبط. شكرا. يمكن هو ده بقول النقطة الأساسية، إنه أنت تاخد مسؤولية إن حياتك ونفسك وصحتك ومش عارف إيه، أنت اللي تاخد مسؤولية إن أنت تبقى بتحسنها. وكمان اختياراتك هي دي اللي بتأثر بعد كده بقى على الجانب التاني. انا عارف انه مش اوبشن، انه مش في اغلب الدور بمتاح انك تجيب انت اكل وتخش تعمله في المطبخ، عنده رفاهية ان هو يخش يجيب اكل مثلا ويطبخه بنفسه. ولكن بعض الدور بيبقى انا عارف على حسب طبعا النظام المعماري بتاعها، فبيبقى احيانا شقق متقسمة شقق ومجموعات صغيرة، فكل مجموعة بيبقى بتاخد المكونات وهي لسه فبقول عليها في صورتها الاولى، زي ما هي البطاطس، زي ما هي الزيت، السكر، السمنة، الرز، مش عارف ايه الله، وبيقدروا يعملوا بيها أكلة يومية كويسة. فيمكن هنا اللي أنا استشفيته من كلامك إنه خلاص ده أنت هنا عندك فرصة إنك تعمل حاجة بقى بشكل صحي. إنما مثلا لو خلاص هو ده اللي موجود قدامي، قلتي خلاص يبقى نتعلم نختار. حاجة التانية قلنا كمان ممكن الرياضة تبقى برضو مهمة جدا معانا، بتساعد انه الشخص يبتدي بقول يقلل خسائر شوية. خلاص يعني هو ده المتاح ودي الوجبة، خلاص اكلها وامري على الله. بس الناحية التانية ان انا ابقى بشوف موضوع الرياضة دوت واركز فيه. في حتة تالتة برضو بقول بقى بتاع السوبر ماركت وكده. اختياراتنا برضو في السوبر ماركت بحسها مش بحسها، هي صعبة او يعني المغريات كتير خليني اقولها كده. كلها حاجات مصنعة وكلها حاجات حلوة ومسكرة وحادق منها أحلى من السكر بالنسبة لي. فكلها حاجات كده مغرية. الواحد يعمل إيه أو بيعمل. اصدمك، اتفضل. هو في حاجات صحيه بس مستخبيه شويه. دايما في كورنر كده محدش بيهاوب ناحيته، كورنر مكسرات ما اه بنشوفوش، في لب وفي بكل انواعه طبعا، وفي بذور وفي يعني في لوز وفي انا عارفه الحاجات دي ممكن تبقى غاليه شويه، أنا كنت لسه هقول كده يعني عشان كده محدش بيقرب ناحيتها. ماشي. بس انا كده كده انا هجيب، انا هجيب حاجه كده من كده الكشك. هصرف، طالما انا هصرف كده كده بقى. هصرف، انا اه كده كده هجيب. فاختياراتي زي ما قلت لك هي العامل الاساسي. ممكن كمان نسبة البروتين الجميلة اللي احنا ممكن نستفيد منها في الكشك تبقى موجودة، زي موجودة في الزبادي او في اللبن الرايب. دي مفيدة جدا وموجودة بصورتها الطبيعية وموجودة في الكشك. بس انا اللي بختار، انا بختار اجيب الصودا ولا حاجة تانية. الصودا على فكرة برضو في منها كويس، اللي هي الفليفرلس او اللي من غير فليفرز او اللي من غير سكريات، اللي هي الشوجر فري، خالية من السكر. حلو ده ماشي. الصودا انا بستفيد منها طبعا بصورة بقى ان هي اللي خالية من السكر، بستفيد منها لان هي ممكن تسهل الهضم. فانا هستفيد برضو من اي حاجة بمعرفة. لو انا عارفة ايه الاكل وما عنديش مشكلة ان انا اقعد النهاردة اتعلم وبكرة اتعلم، انا لحد دلوقتي بتعلم كل يوم. انا كنت لسه اقول لك يعني حتى خلاص ماشي، الواحد يمكن بقول المعرفه خلاص هي الكي بتاع او المفتاح كل حاجه دلوقتي. مهم. بس يمكن برضه الواحد ما فيش مانع انه بيبقى بيلخبط كده احيانا. بس برضه صح. دي خلاص بقى مش الاصل ما احنا الاول بتاعت البني اتفقنا ادم. على نسبة 80-20، ايه دي نسبه مريحة جدا. 28؟ 80% من أكلي في إيدي و20% مش في إيدي. اضطريت، خرجت برا، اتعزمت، مفيش وقت إن أنا أحضر أكلي أو أعمل أكلي، مفيش مشكلة. فالتارجت بتاعي 80%. ده أنا ممكن أخد له خطوات. أنا وصلت ل 80% دي في سنين، مش يوم وليلة. لا برضو ما كانش عندي وقت، بس كان عندي معرفة. خطوة بخطوة، كل ما يبقى معانا وقت وفلوس ومعرفة يبقى احنا كده ماشيين بخطوات بسيطة، وعلى حسب برضو الأولوية زي ما قلت لك، على حسب قدرتي، حسب البيئة اللي حواليا. موضوع البيئة بالنسبة لي أنا، البيئة المحفزة أو البيئة الداعمة. أنا بالنسبة لي البيئة بقول لما كنت في الدار خلاص هي الدار، مقدمين الرعاية والمسؤولين التغذية والشيفات والناس دول اللي كانت بتطبخ. بس لما الواحد بيخرج خلاص بيبقى هو بقول مفيش بيئة داعمة. يمكن بقول في العادي الأم مثلا والأب خلاص هيقول لك لو لقاك بتستعبط كتير، بتاكل بره كتير، بتطلب دليفري كتير، يعني ايه خلاص بطل عك، ايه تعالى في وجبة سخنة ايه حلوة، تعالى يلا نقعد نتلم وناكل. انما بره يعني احنا كشباب اتربوا في الدار، خلاص بيخرج بقى لمرحلة الاستقلالية، خلاص مفيش يعني ما عندوش حد يقول له المعلومة دي، ما عندوش حد يقول له بعد شوية مثلا من العك او يعني الفاست فود كتير او كده، لا اقف وركز، خلي بالك فيه كذا. دايما محتاج الشخص يبقى عنده وعي بفكرة المسؤولية. انت خلاص بقيت مسؤول من نفسك، فكرة الفاعل مش مفعول به التاني. صحتك انت مسؤول عنها من خلال بقول واحدة من الحاجات سواء الاكل
سواء الرياضة، سواء النوم، المَيّة، أصحابك يعني بعد كده، بس يعني ده موضوع تاني، بس برضه ففكرة إنه إزاي إنه الواحد لو استعبط أو باقول ما ركّزش في إن هو خلاص ما فيش حد هييجي يقول لك تاكل إيه وما تاكلش إيه، فده بيأثّر بعد كده على فكرة إنه سوء التغذية، سواء بقى يعني ما أنا عارف شوية تفاصيل بسيطة زي إنه واحد مثلًا ممكن يتخن أوي، أو والله واحد مثلًا ممكن لا قدّر الله اللي هي بيقولوا عليها بيبقى عنده نقص في التغذية أصلًا، من كتر ما هو مش مهتم بالأكل مضبوط أو كده، فيبقى ناقص في وزن كبير جدًا، وبعد كده ممكن أنا أدّي أنيميا حد وحاجات زي كده، وإنه أكتر على فكرة أضرار أو إيه المصيبة اللي هاقع فيها خلّيني أقولها لِك كده، لمّا يحصل لي نوع من أنواع سوء التغذية، لمّا ما ابقاش مهتم بأكلي بشكل مضبوط. كل ده تبعيات الاستقلالية. لو أنا النهاردة مستقل، فأنا مش بس مستقل ماديا، أنا مستقل عن نفسي صحيا. محدش هيجي يقولي كل وما تاكلش، وهو ده اللي أنا اختبرت فيه بره ولوحدي، ما كانش فيه حد حواليا. الاستقلالية مهمة جدا، ولكن بمعرفة ووعي زي ما اتفقنا. أنا استقليت النهاردة عن نفسي صحيا وبقيت مسؤولة عن صحتي، يبقى أنا هبقى مسؤولة برضو إن أنا أشوف البيئة اللي حواليا، هي دي الداعم بتاعي. أنا بهتم جدا بالبيئة بتاعتي، لأن أنا لوحدي جزء، وجزء كبير ومؤثر، واللي حواليا جزء كبير ومؤثر برضو. الاستقلالية بقى هتفيدني في إيه؟ إن أنا هستغل البيئة اللي حواليا معايا. لو أنا عايزة أخد جنب الرياضة مثلا، هبص على كل الكوميونيتيز اللي حواليا او المجتمعات اللي حواليا اللي مهتمية بالرياضة، وأقرب منها وانضم ليها. احنا ثقافة النشاط البدني او الفيزيكال اكتيفيتي في مصر ضعيفة جدا، وضعيفة اكتر عند البنات. النشاط البدني او الفيزيكال اكتيفيتي مش مقتصر على فئة عمرية او على نوع معين، الراجل او الست. فبالتالي لو انا استقليت واخدت قرار ان انا عايزه اهتم بالرياضه، هنضم لكل المجتمعات اللي بتشابهني او اللي بيهتموا بنفس نوع الرياضه اللي انا نفسي امارسها. ده هيفيدني جدا. لو انا لوحدي ممكن ما اقدرش اعمل كده، ممكن ما الاقيش الموتيفيشن او التحفيز اللي يخليني اعمل كده. لكن هنا في مصر في مجتمعات كتير وفي كوميونيتيز كتير رياضيه، بس ممكن مش معروفين قوي بالنسبه لنا احنا، علشان الوعي بتاعنا مقتصر على ان النشاط البدني ده للناس اللي هي بتاعه الجيم، الناس اللي هي اللي بتلوك فت، يعني شكلها كده مناسب او شكلها رياضي. فالشكل الرياضي او اللي هو لوك فت ده حاجه، وبي فت ده حاجه تانية، ان انا اكون اصلا رياضي او اكون اكتف او اكون نشيط. هدفي ان انا ابي فت. الماركتينج او السوشيال ميديا بتماركت السبورتس او الفيزيكال اكتيفيتي والرياضه على تو لوك فت، ان انا دايما الناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي بتروح الجيم هم دول الناس الفيزيكالي اكتف، هم دول الناس فبتسوّق. النشيطين أوكي. الرياضيين. إمم. طيب هل ده المفهوم الصح؟ لا. انا الهدف ان انا ابقى بي فت، ان انا اكون نشيط، اكون اكتف. صحّي، مش يعني لازم إنسان يكون صحّي. شكلي من بره جمالي قوي زي الترندي او المعروف، لكن انا لو انا بهتم بصحتي وبالرياضة بالذات، هلاقي ان هي بتفيدني جدا على مدار اليوم، كل يوم. مش لازم ان انا اوصل لتارجت معين، مش لازم ابقى رفيع، او مش لازم اوصل للشكل المثالي اللي انا عايزه عشان ساعتها اخد جنب الرياضة. انا لو فضلت باصص بعيد على الشكل المثالي للرياضيين ممكن اقف في النص. لكن انا لو بصيت على ان قد ايه انا بستفيد منها كل يوم on a daily base، هو ده التارجت بتاعي في اهتمامي بالرياضه. كونسبت الرياضه ان انا ابي فيت، ان انا اكون نشيط. الشكل حاجه، والقيمه اللي انا هوصل لها دي حاجه تانية خالص. فالقيمه دي هي اللي انا دايما بسعى لها، ان انا اكون نشيط. هتبقى بمساعده البيئه اللي حواليا طبعا، وبقراري انا الشخصي وبمجهوداتي انا الشخصيه. هدور على الكوميونيتيز اللي حواليا، اللي بيجري واللي بيمشي، فيه كوميونيتيز للمشي وفي للجري وفي للتجديف. كل انواع الرياضه موجوده، وكل الكوميونيتيز دي موجوده، بس فاضل ان انا اسعى وان انا اخد خطوه ان انا ادخل جوه الكوميونيتيز دي. انا خلاص مستقل، ولكن ده مش معناه ان انا انعزل عن المجتمع اللي حواليا، لا. انقي بقى الناس اللي انا عايزه ابقى شبههم. مش شرط ان انا اكون شبههم اصلا، انا عايزه ابقى شبههم، عايزه ابقى اكتف زيهم. فمفيش مانع ان انا ادخل لحد ما ابقى اكتف زيهم. ده يمكن باقول ده سؤال كنا هنروح له شوية، موضوع الرياضة أكتر بتفاصيله وكده، بس هارجعِك تاني لنقطة
سوء التغذيه، ايه اللي هيحصل لي او ايه اللي هيحصل لجسمي لو انا ما خدتش مسؤوليه ان انا ابقى باكل اكل صحي، او ان انا ابقى بنام في مواعيد مظبوطه، او ان انا اشرب كميه ميه معقوله، ما العبش رياضه او ابطل العب رياضه اساسا. خسائر الصحية بتبقى على المدى القصير والمدى البعيد. المدى القصير أنا ممكن أحس بيه، ممكن ما أحسش. لو حسيت يبقى ده إنذار، لو ما حسيتش هحس بيه قدام. فلو أنا النهاردة قررت إن أنا أهتم بصحتي، هحس وقتي، يعني هحس لحظيا بيها، وهحس برضو على المدى البعيد. طب لو أنا أكلت أكل unhealthy أو مش صحي، ما اهتمتش بالأكل خالص، ايه اللي انا هحسه على مدار اليوم، ايه اللي انا هحسه برضه في المستقبل؟ اللي انا هحسه على مدار اليوم ان انا ما عنديش طاقه، دايما مأنتخ، ودايما مشوار واحد بس اللي بعمله في اليوم، شغلانه واحده بس اللي اعملها في اليوم، ما اقدرش ان انا اتحرك اكتر، ما اقدرش انهج وانا بتحرك. فهيبان. والعكس بيبان لما انا باخد بالي من اكلي، دايركت هيبان. طبعا انا بحتاج على الاقل اسبوعين 3 بالالتزام باي عامل من العوامل اللي اتكلمنا عنها عشان يبان فرق، عشان احس فعلا بالفرق. ففي استفاده جدا هتبان لو انا اهتميت بالاكل بتاعي، والعكس صحيح. لو انا مش واخد بالي من اكلي، الهمدان ده هيطول وهيأثر على صحتي في المستقبل، هيجيلي امراض ممكن اسرع من المعدل الطبيعي اللي هي بتيجي. ده لو انا مثلا عندي امراض وراثيه، لو اهلي عندهم ضغط وسكر، فانا ممكن هيجيلي ضغط وسكر، بس انا اللي بعجل او باخر. الضغط والسكر مش كل الناس فاهمه يعني ايه واحد عنده ضغط وواحد عنده سكر يعني. ايوه، هيحصل لي ايه يعني؟ الضغط والسكر بقى هيخليني انا غصب عني اخد بالي من صحتي. المرض بيحط الشخص تحت تأثير الإجبار. هتهتم بصحتك غصب عنك، هيتحط له حدود في الأكل، وبلس ده هيتحط له برنامج أدوية محترم يمشي عليه طول حياته بقى بعد كده. طول حياته، لو ما أخدش خطوة واحدة بس مهمة، وهي خطوة اسمها الريفيرس، ان انا اقدر اعكس الحالة المرضية دي بتبقى في اول المرض بالذات. يعني اي حد بيعرف لو جاله ضغط او سكر مش وراثي، مش هقول لك وراثي، يعني فجأة جاله ضغط او جاله سكر، عنده فترة اسمها الريفيرس، ان انا اقدر ان انا ارجع نفسي تاني لشخص صحي. الكلام ده بيبقى في اول فتره من ان انا اعرف المرض. بيديلك الدكتور حاجتين: روشتة الادويه ومعاها روشتة ارشادات صحيه. ناس كتير بتاخد الارشادات الصحيه دي وترميها، رغم ان روشتة الارشادات الصحيه دي هي اللي ببلاش، وهي اللي ممكن تخليني استغنى عن الادويه دي فتره طويله جدا ان ما كانش مدى الحياه. فروشتة الارشادات دي هي اللي بيبقى فيها الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، ان انا هنام امتى، هصحى امتى، هاكل ازاي، هشرب ايه، وانا لازم اشرب اصلا. طبعا الميه مهمه جدا، يعني انا حتى ذكرت الميه لان نو واي ان انا اتكلم على اهتمام بالصحه من غير ما اجيب سيره الميه اللي الناس احنا احيانا بتنسى تشرب ميه انسان اللي طول احنا اليوم. بننساها. فالميه مهمه جدا. حتى في تطبيقات على الموبايل ممكن انزلها مخصوص عشان بس تفكرني بالميه. ده لازم حاجه اساسيه. تطبيق زي ايه؟ ممكن تقولي اسم تطبيق انت مثلا مجرباه او كده؟ ووتر تراكر. ووتر تراكر، اه اوكي. بمجرد الساعة، على رأس كل ساعة بيديلك ألارم إن أنت تبص على تسمع صوت الموبايل، تروح تشرب مية على طول. المية أساسية جدا علشان هي اللي بتخلي كل النظام اللي أنا ماشي عليه فيزيكالي يشتغل، الأكل اللي داخل ده يتهضم، البروسيس دي محتاجة المية، فالمية حاجة أساسية. فاحنا كنا بنتكلم على سوء التغذية وأثره، وعلى المستوى الحالي وعلى المستوى البعيد. فالأمراض اللي هتجيلنا بسبب إهمالنا للعوامل اللي بتأثر علينا دي، أنا أقدر إن أنا أأخر حدوثها لو هي وراثية، لو هي كده كده ممكن تجيلي بنسبة كبيرة، أو لو هي حصلت لي فجأة، بمجرد إن أنا أتابع الإرشادات دي. والإرشادات دي مجرد ما باخدها بعرف إن أنا مسؤول عن نفسي دلوقتي وعندي قرار أخده، همشي عليه ولا هستسهل واخد الأدوية. انا بقول يمكن اغلبيه اللي بيسمعونا شباب، فالواحد بيبقى بياخده كده للجلاله، يعني ده لسه بدري. اركز في ايه ما دلوقتي؟ بقاش انت بدري، ما بقاش بدري، بتتكلم في ايه اصلا؟ ما بقاش انا بدري لسه صحتي للأسف. زي البومب مفيش أنا مشكله. دراستي دلوقتي في الدكتوراه يعني صدمتني ان ما بقاش بدري. سن 30 ل 40 ما بقاش بدري على الامراض، والامراض دي بتظهر فيه. اوكي. وبتظهر بدري ليه؟ بسبب نمط الحياه بتاعنا، الاسلوب اللي احنا اتبعناه في الغذاء وفي في العشرينات هيبان بقى عندي في الثلاثينات في الاربعينات. بالظبط اوكي. بالظبط، هي مرايه. فانت بتشتري صحتك، عشان كده دي احسن استثمار. انا بشتري صحتي، انا ممكن انا كده كده هدفع فلوس على ادويه، طب ما انا بدفع فلوس دلوقتي على اكل نظيف
وعلى اشتراكات في في جيم، activities وفي في جيم. حاجات. ليه؟ علشان ما ادفعهاش قدام في حاجة تانية زي الأدوية، لا قدر الله لو جالي أمراض. يعني كمان ده بيأثر كمان على الشغل. يعني لو مثلا بقول واحد مننا أهم حاجة بتبقى فيه أو أولوية ليه إنه يبقى بيجيب مرتب كويس عشان يقدر يصرف بيه على حياته ويعيش بكرامة، هو إنه يبقى صحته رجليه قادرة تشيله زي ما بنقول، ومهتم بصحته، لأن صحته هي اللي هتخليه قادر ينزل يدور على شغل، وقادر إنه ينزل يكمل حياته الطبيعية وشغله والكلام من دوت. دي أساس الهرم بتاعي. مم. أنا عشان أعرف أشتغل لازم المكنة دي، جهاز الجسم بتاعي، لازم الجهاز ده يتشحن. بيتشحن بإيه؟ مصدر الطاقة الأكل والمية، وبيتشحن بالنوم، النوم المنتظم. فأنا ليه ما استثمرش في نفسي؟ ليه ما أخدش بالي من صحتي؟ ليه ما ركزش؟ ممكن أركز النهاردة الأسبوعين 3 في النوم، وبعد كده أركز أسبوعين 3 في الرياضة. برضو مش عايزة أبقى ضغط على نفسي، لا، أبقى واحدة واحدة على حسب قدرتي ايوه، بيبقى في وأولوياتي. حماس كده في الاول اللي هو حماس البدايات. شفت حلو، أنا بحب الحلقه حماس البداية. بجري بيه وبعد كده جميل. بعديها. استفيد ليه ما مم. استفدش؟ ادخل الاكسبيرينس حتى لو هقف في النص، استفيد. احنا حياتنا لحظية، انا بستفيد باللحظة اللي انا فيها باختياري. يمكن ده يودينا الموضوع بقول مهم قوي بقى، حتة تانية خالص 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 ليه علاقة بالأدوية اللي في البيت بتاعنا. بقول سواء بقول واحنا في حياتنا في الاستقلالية او لسه في الدار في حياة الاستقلالية، غالبا بتبقى الأدوية دي يا في درج في المطبخ او في التلاجة غالبا يعني. او يعني احيانا بتبقى محطوطة كده في بقول لو في ترابيزة تلفزيون، لو في كومود، لو في الدولاب حاجة، فبقى بعمل كده علبة واحط فيها ايه اي أدوية جبتها طول حياتي وبحطها. لما بيحصل ان الواحد بيجراله حاجه، يا اما هو بيجود من نفسه يخش يفتكر يا ده انا كان جاي لي برد، طب ايه كان في حاجه كده ممكن اخش اكلها او اشربها او اشمها او ادهنها خلاص، او والله حد من صحابه اللي معاه في الشقه او اخواته، اخ من اخواته يقول له لا بص بقى خد بقى اضرب دي واحد بنادول هايل هيمشي معاك الدنيا، هيبقى بص هتقوم وحش. او للاسف الشديد لو انا مثلا جوه دار بيت صغير او whatever المسمى، مقدم الرعايه ما بيبقاش عنده المعلومه كامله للاسف الشديد، وبيبقى عنده بتاع الاسعافات الاوليه جوه الدار، فبيقرر انه من نفسه كده خد دي. انا فاكر كويس قوي عملت حادثه بسيطه والدكتور خلاص مش عارف عمل ايه في رجلي وشويه جروح بسيطه وكانوا صحابي معايا في الشقه، فبقوا كل واحد بيجود. الحق. خد دي مش عارف ايه، الدكتور خلاص هو اداني شويه حاجات وقال لي خد دي. هما بقى لا 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 بقول لك ايه بقى، ده حصل مش عارف مين ابن عمي عمل له ايه، خد دي مكانها، طب ايه ده طب بص هنلف الشاشه المره دي كذا، لا هنعمله مين، لا ايه يا ابني شوف بقى اسلام سوري يا اسلام معلش، بس اسلام ده كان دكتور الشقه عندنا. حرفيا هو كان ما اعرفش كان بيعمل ايه في الجيش، بس هو كان دكتور الشقه عندنا ربنا يبارك له. يعني كان هو دايما بيحصل حاجه حاجات عن خبره وحاجات بيجود يعني، وهنكتشف مع بعض انت ورزقك يعني. ثقافة إنه الأدوية عموما عندنا موضوع صعب قوي، وخصوصا كمان لما هدخل في الجزء اللي علاقة بيه أنا تعبان دلوقتي أعمل إيه. أنا بالنسبة لي أوفر حاجة بدخل على دكتور جوجل. بالظبط. حرفيا دلوقتي يعني تشات جي بي تي. ده ليفل بقى أعلى، ده ليفل أعلى. فكنا بنتكلم على الأدوية خلاص، وفكرة دكتور جوجل، وإنه يعني الواحد لما بيتعب بيخش يجيب حاجات يدور على جوجل، وحتى كمان بيبقى أوفر. يعني أروح للدكتور أدفع فيزيتا مثلا ب 200 400 جنيه، ولا خلاص جوجل والله أنا دلوقتي حاسس بصداع نصفي في الفص الأمامي أعمل إيه. يعني فبيطلع لي شوية حاجات فبجود الاعتماد على الحاجات دي تمام ولا لأ. وكمان الناحيه التانية في بقول مقدمين الرعايه جوه الدور احيانا ما بيبقوش عندهم معلومات كافيه بالجزء دوت، فالواحد بيجود من عنده عايز يلحق من الاسعافات الاوليه والله في كذا فممكن يديك كذا. وطبعا اصحابك اللي بيبقوا معاك في البيت او اخواتك كل واحد بناء على تجربه شخصيه او حاجه بتحصل فبيجود والله ده اللي انا عارفه خد دي هتبقى كويس. احنا دايما هنتعرض للتجربة الشخصية، دايما هناخد معلوماتنا بالتجربة الشخصية. بس اللي بيفرق، هل انا النهاردة، انت اديت مثال لجوه الدار وبره الدار. جوه الدار انا مش مستقل، انا في حد مسؤول عني، يمكن دي بتشيل شوية عني المسؤولية ان هي تبقى في ايد حد تاني. بس انا ايه دوري دلوقتي وانا جوه الدار قبل ما استقل في موضوع الادوية، او
لو تعرضت لاي دور برد او دور غريب عليا، ازاي او اتعامل اتعورت معاه. او كذا او اي حاجه. انا هلقط، انا لازم اخد خبرتي. كل الناس اللي حواليا دول زيي بالظبط، خدوا خبرتهم بالتجربة. لما هو تعرض لموقف او اللي حواليه تعرضوا لموقف، انا سمعته كويس، عرفت ايه اللي عندي بالظبط وعرفت علاجه ايه. المعرفة هتنقذني قدام. هي دي التجربة اللي انا بمر بيها. لو انا عايزة قدام ابقى عندي الاستقلالية ان انا ما اروحش كل مرة للدكتور، يبقى لازم اتعلم. يا اما اتعلم في الموقف نفسه، تعرضت انا للمشكلة نفسها وسألت الأسئلة المناسبة للدكتور، انا باخد ده ليه واسمه ايه. دي فترتي ان انا اتعلم، دي فترتي ان انا اخد تجربة. فما ضيعش ده واقول هو اوريدي ما في حد مسؤول عني. انا لو في حد مسؤول عني دي حاجة جميلة جدا ومفيدة، وفي نفس الوقت اخد خبرة منه عشان لما اتحط في ظروف مستقلة لوحدي اعرف ازاي اتعامل. الخبرة او بالتجربة دي وردة ودي اساسية ومش ههرب منها. اهالينا اتعرضوا لتجارب وبالتالي بقوا هم الاهل للنصيحة، او هم اللي ناخد منهم نصيحة لما نتعرض للمواقف دي نعمل ايه. طيب لو انا مستقلة عن نفسي وانا مسؤول عن نفسي، لا، قبليها مقدمين الرعايه بقى، الناس بقى مقدمين رعاية. المسؤولين يعملوا ايه، او ايه الوعي، ايه مستوى الوعي اللي محتاج يبقى عنده علشان يبتدي يبقى بيساعد الولاد في الجزء دوت بشكل صح. يعني محتاج يركز على ايه مثلا؟ هل في دوره مثلا معينه مثلا بتاعت الاسعافات الاوليه مثلا محتاج يبقى واخدها؟ هل في حاجه زي كده؟ فمقدم الرعاية زيه زي أي شخص ما عندوش المعلومات الكافية، أول ما بيتعرض لطفل عنده مشكلة صحية لازم يقرر هل، أو بالمعرفة اللي عنده، هل الشخص ده محتاج إن هو يريفير أو يوديه المستشفى أو يوديه للدكتور، ولا هو اللي ياخد القرار. ده في إيده بيعمله لو هو عنده خبرة وعنده تجارب. لو هو مش قد ده ما ياخدش التجربة دي. تليفون تليفون ويستشير بسيط الدكتور سواء بتاع الدار او بالظبط. بره، يعني سواء جوه الدار او بره الدار. ده مش مكلف ولا بينقص من الشخص ولا بيعيب فيه. ده زيادة احتياط واجبة عليا كمقدم رعاية، ان انا اتعامل مع الطفل مش بمجرد خبرتي والتاتش بتاعي، لا، باكسترا خبرة، بخبرة زيادة عني. مش هخسر حاجة، بل بالعكس هستفيد ان انا اتعلمت ان اتعامل ازاي مع الحالة دي وهتعامل مع زيها وهكذا. في حالات بتبقى بسيطة، مجرد أعراض برد خفيفة، لكن الأعراض لما بتستمر لأكتر من يوم خاصة مع الحرارة، ده الفترة دي إنذار، ده هنا في مشكلة. وأنا تعاملت معاها مثلا بالطرق الطبيعية اللي احنا متعودين عليها، الأعشاب والمية السخنة والسوائل، عشان نعوض الجفاف اللي بيحصل نتيجة أدوار البرد، مفيش مشكلة. لكن لو زاد أكتر من الفترة الطبيعية، لو قعد يوم، لو قعد لحد آخر اليوم بنفس درجة الحرارة، وبالتالي تاني يوم أنا لقيت برضو عندي نفس الأعراض وبالعكس بتزيد، هنا أنا لازم أخد خطوة زيادة. لازم ما اعتمدش بس على الحاجات الطبيعية، أخد خطوة أن أنا أستشير طبيب، أو أن أنا أديله خافض الحرارة واستنى أشوف نتيجة. ما لقيتش نتيجة يبقى لازم أعمل ريفيرل لطبيب. إحنا حتى كأطباء دايما بنعمل ريفيرلز اللي هي أن أنا ببعته حالة بنقول عليها حالة. وبرشحه لدكتور تاني، لأن أنا ما عنديش كل الخبرة الكافية في كل الأمراض وكل الأعراض، ولكن عندي خبرة بكل مرض، أعرف أتعامل معاه إزاي وأعرف الحالة الخطرة منه إيه. أنا أعرف صورة الأعراض البدائية والمتقدمة، فعلى أساسها أنا باخد خطوات مدروسة، هرشح مين وهرشحه إمتى. ده بالنسبة للولاد اللي جوه الدار مع مقدمين رعاية. بره الدار بقى والأدوية اللي في درج التلاجة. بره الدار والأدوية اللي في درج التلاجة أنا مش هتعرض لها لما اتحط في الموقف نفسه، فبالتالي اتعرض لتجربة. بالتجربة أنا هعرف أتعامل مع نفسي مرة 2 بس. ما ينفعش ان انا استغنى عن وجود طبيب في الدايرة بتاعتي استشيره، لان كون ان انا معايا طبيب بستشيره، كون هو هيضمن لي ان التجربة اللي انا باخدها دي انا كده في السيف سايد، مش بجاوب، انا كده مش بعك. انا كده مش بعك بالظبط. الادويه موجوده، الادويه ليها تواريخ صلاحيه، ما ينفعش ان انا اخد دواء بعد تاريخ صلاحيه بتاعته. ثقافتي بالادويه اللي انا بدخلها جوه جسمي دي مهمه جدا. مسكنات انا بحس انه اي يعني ناس كتير، يعني للاسف مسكنات كتير كتير كتير، كل ما يحصل لي حاجه خلاص هاخد مسكن وهبقى كويس. يعني صعب جدا احط حياتي تحت تاثير الادويه المتكرره على اللي لازمه واللي ملوش لازمه. انا كده باذي نفسي، لان انا لما باخد قرار ناخد مسكن لازم ابقى عارفه انا باخده ليه والايه، وهل انا عارف كويس قوي انا باخده ليه. في فرق
ما بين عندي معلومة أنا باخده ليه، وفي فرق إن أنا باخده لأن هو ده حل الحالي سريع. هو ده الحال، هو ده اللي اتعودت عليه. أنا اتعودت لما أتعب أصدع أخد مسكن، أتعب أصدع أخد مسكن. مسكنات جميلة وليها تأثير أنا بستفيد منه، بس لازم أعرف الإشارة اللي جايلي دي أو الصداع اللي جايلي ده جايلي ليه. مش أتعامل واكل مع كويس، الأساس. نايم، تشرب. مظبوط، أنا بتعامل مع جسمي، بحترم إنه الجسم ده يقدر أساسا إنه يتشافى مع نفسه، ولكن لما بيتعب او بتقل مناعتي بيبقى زي انذار كده، بيطلع في صورة صداع، في صورة تعرضت لدور برد وهكذا، او دور صعب ان انا اتعامل معاه ليه، لمجرد ان انا مناعتي ضعفت. فالمناعة هنا هي الاساس. كل ما بتعب ده الارم ان انا مناعتي فيها مشكلة، برجع تاني ممكن اخد المسكنات عشان بس اعدي الفترة اللي انا فيها او اخفف الاعراض، لكن الاساس نفسه، اساس المشكلة نفسها هي اكبر استفادة، ان انا اتعلم طب ايه المشكلة دي جت منين. لان انا لما اتعرض للموقف تاني بعد كده ممكن اخد الدواء وممكن احله هو نفسه، ما سيبش نفسي ان انا يتقل عندي مثلا نسبة الفيتامين، نسبة التعرضي للشمس، لأن عشان كل الحاجات دي هي اللي بتفيدني، هي اللي بتخلي جسمي دايما مناعته كويسة. السوائل، المية، كل الحاجات دي بتخليني على النظام أو الاتزان في نظام المناعة بتاعي. بالتأكيد على فكرة إنه لازم أستشير في الآخر طبيب، حتى لو كمان برضو باخد مسكنات وبعمل بيها كذا عشان تساعدني حلول مبدئية، وبعد كده أروح أتعالج أنض الله. برضو كل ده لازم باستشارة طبيب. لازم، لا لازم. مفر. طيب ده يدخلنا في حتة بقى، يعني بقول نفسية شوية. فكرة انه انا واحد مثلا من الناس كان وزني وصل 120 25 130 كيلو بسبب اني باكل وانا فرحان، باكل وانا زعلان متوتر، باكل مش عارف ايموشن كده، حاسس بانه في حاجات ضغطاني ومتضايق ومش عارف ايه، برضه باكل. واعرف ناس بالعكس بقى، يعني خلاص اتضايقت انا مش واكل، لا وامنع بقى. يعني مثلا اتضايقت والله حاجه مثلا في الجامعه، حاجه والله مثلا في الشغل مش عارف ايه، طب لا والله لا فاطر ولا متغدي ولا متعشي ولا، ربنا يسهل تاني يوم بكره بقى. طب يا ابني انت اكلت شربت كوبايه ميه، يا كتر خيرك. فبحس برضو انه بيحصل برضو بالعكس فكره الايموشن ايتنج. يعني كلمين اكتر عنها وازاي نخلي بالنا من نفسنا فيها. يعني احنا اتعلمنا من واحنا صغيرين ازاي ناكل ونشرب، بس ما تعلمناش نعمل ايه او نتعامل ازاي مع مشاعرنا. دلوقتي في وعي نفسي واخد حقه كبير قوي، دلوقتي في ترند الفترة اللي احنا فيها موجود ترند، فتره. فتعالى نستفيد بيه. يعني ايه اتعامل مع مشاعري من غير ما اضر صحتي؟ هي دي النقطة. انا هتعلم ان انا افرح وازعل واخاف واتوتر، بس من غير ما اربطها بتأثير سلبي على صحتي. الفكرة في ايه؟ ان انا عملت حاجة اسمها conditioning، انا ربطت المشاعر وتفريغ المشاعر او التشتت عن المشاعر دي بعادات غير صحية. مش بس الاكل، الانتخ، النوم، السجاير، كل العادات الغير صحية اللي انا بعملها لما ما بعرفش اتعامل مع مشاعري، دي نتيجة او تبعيات الفولت او الجاب اللي عندي ما بين وعي بمشاعري والتعامل معاها والأكل أو العادة الصحية اللي أنا ربطتها بيها. ففي هنا ربط أو misconception أنا عملته، ربط خاطئ ما بين المشاعر وما بين العادات الغير صحية. هديلك example. emotional eating نابع من إيه؟ إن أنا كنت زعلانة، رحت أكلت ارتحت، زعلانة كلت ارتحت، زعلانة كلت ارتحت. خلاص مخي اتبرمج على ده، عمل ربط مع ده أو اتكيف على ده، فبالنسبة له الأكل هو المسكن بتاع الزعل. هل الطريقة دي reversible؟ هل أقدر أعكس السايكل؟ أقدر، لأن أنا عقلي أنا اللي ببرمجه. هعمل إيه؟ هعوده تاني على العكس. أنت عوده، بمجرد ما بعوده همسك آخر حاجة هو خدها. الحل السريع اللي خده هو الأكل. عندي طريق من اتنين. الطريق الأسهل إن أنا أشيل العادة دي وأحط عادة تانية، أوكي؟ فبالتالي هزعل، هروح أتمشى شوية مثلا، هزعل، هتنفس. النفس ده حل بسيط وغير مكلف ورائع جدا، ومش هيخليني ان انا حتى افكر ان انا اعمله. فده حل وقتي بس عادة صحية وعادة سليمة، وممكن استبدلها وممكن اعمل بيها كونديشننج بالزعل. فده الحل السريع، ان انا اشيل العادة السيئة او الغير صحية. فهو ده نمط
انا هعكسه. باترن جسمي او عقلي ترجمه وانا هعكسه. عندي اختيارين: يا اما اغير العاده نفسها، استبدل العاده الغير صحيه بعاده صحيه، يا اما اتعلم ازاي اتعامل مع الشعور نفسه. وده الجانب ده متخصصين فيه المجال الصحه النفسيه يقدروا ان هم يتعاملوا كويس قوي مع اي شخص مش عارف يتعامل مع التوتر، الزعل، الخوف، لان دي لغه جسمك بيكلمك بيها عشان يخليك تاخد بالك من حاجه. فلو اتكررت ان انت مش عارف تتعامل معاها، اتكرر ده مش كل شوية بزعل من حاجة معينة، وبالتالي بيؤدي الى نفس الباترن بتاعي في اختيار العادة دي. فانا يا اما اعالج الشعور نفسه والتعامل معاه، وازاي ان انا ما يخلينيش ابقى متأثر بيه قوي، ما بقاش متأثرة قوي بالزعل او ما بقاش متوترة. الكلام ده ليه علاقة بالصحة النفسية. او ان انا اخد طرف الخيط الاخير، ان انا جسمي بدل ما هو متعود ان هو ياخد عاده غير صحيه، لا، اقلب له العاده دي واخليها عاده صحيه. ومش بس الاوفر ايتنج او ان انا باكل بطريقه زياده او البانش ايتنج، لا، ده الاكل العاطفي ليه صوره تانية، ان انا ممكن ما اكلش. اساسا. او الصور مم. الصور العادات الغير صحيه المرتبطه بالمشاعر ممكن تبقى ان انا ما اكلش اصلا، او ان انا انام. الشعور ليه سبب وليه مسج، وانا اللي باخد المسج منها وبترجمها. فالتعامل بتاعنا باختيار العادة دي ده في صحتي، وده مسؤوليتي، وده قراري. انا ممكن استغل المعرفة بالعادات الصحية ان انا اختار اي حاجة مناسبة ليا. مش لازم اختار عادة صحية بعينها، لا انا لازم اروح الجيم او لازم انزل اتمشى. لا، انا ممكن زي ما قلت لك النفس لوحده علاج لحظي وبسيط وغير مكلف، ممكن يخليني اتعلم ازاي اخرج بره الشعور ده اللي جالي فجأة، او الموقف اللي انا فيه، او التوتر او الخوف او الغضب. الشعور اللي انا بمر بيه بمجرد التنفس ممكن ان انا اخد وقتي شوية اوصل اكسجين لمخي، فيقدر ان هو يفكر بدل ما يهرب من التفكير. انا مخي ما بيحبش التفكير، مخنا كلنا ما بيحبش التفكير، ما بيحبش يبقى في اطار انه يبذل مجهود ويفكر، لان هو بيشغل الجسم كله. فلو انت عرضت الموقف فيه تفكير هيخليه يتوتر او هيخليه ستريس، فبالتالي انا عايزه اهرب من الستريس ده باي حاجه. النفس بقى بيساعدني هنا، ان هو بيوصل اكسجين للجسم، فهعرف ان انا افكر كويس، افكر احسن في الموقف اللي انا بمر بيه ده. يعني ده يخلينا نروح بقى في حتة حلوة. يعني رمضان خلاص على الابواب، كل الكلام الحلو اللي احنا قلناه دوت في الاكل والصحه ومش عارف يلا بالضبط. للاسف الشديد بحس انه في رمضان اللمه الحلوه بتاكل، سواء بقى بقول اكل صحي اكل مش صحي، انا كده كده هاكل والله حلويات وهاكل واشرب عصاير، وطبعا بقى المحمر والمشمر ويعني وات ايفر، مش عارف ايه المشمر ده بس يعني هي بتقال كده. بس شايفه ازاي ممكن نخلي بالنا من شويه عادات وحاجات نقلل بيها الخسائر اللي نطلع بيها من رمضان. هنسى اللي احنا قلناه دوت، وعادي جدا مع اول يوم رمضان هاقي السفره عليه ايه هاكل. رمضان زيه زي اي وقت تاني، انا مجرد بس ان في تحديات خلينا نقول هقابلها، مغريات. مغريات، او التحديات اللي هقابلها هتعلم ازاي اتعامل معاها. لان رمضان زيه زي اي وقت، هو مجرد ان انا وقت الاكل بتاعي اتاخر شويه، فهيخليني اتحط تحت شويه تحديات، ممكن نقول 4 منهم نتعلم ازاي نتعامل معاهم. انا كده استفدت برمضان وما اثرتش خالص في قبل او بعد رمضان عن النظام الغذائي بتاعي. التحدي الاول بيكون في استعدادي اصلا للاكل، لان انا استعدادي للاكل غير الايام العاديه. انا كل يوم بصحى بفطر، فانا جسمي متعود على ده. في رمضان انا بقعد فتره كتيره مش باكل او مش بشرب، فبالتالي انا محتاجه ان انا امهد لمعدتي شويه الاكل. فانا ممكن اتخيل بطني زي البالونه، اوكي، البالونه قبل ما بحط فيها اي حاجه عايزه املاها، فهتجه لايه؟ للسوائل. ممكن املاها بميه، السوائل دي هي تخليني اكسسبل بقى ان انا احط بعد كده اي حاجه انا عايزه احطها. انا معدتي هملاها الاول بالسوائل عشان اهيئها للهضم. فالعصاير ماشي ولا ايه؟ لا طبعا، لا لا مش ما لا، تمشيش عصاير السوائل مش العصاير؟ ايه عصاير. ده عصاير ايه؟ مش هي السعر السوائل عصاير يا دوب تمر السوائل هندي وقمر الدين وكركديه حلو وصوبيا جدا، حلو وبتاع. في صورته طبيعية من غير ما اضيف ليه سكر يعني او كده. سكر. يس، اه. مفيش مشكلة ان انا اخد مشروبات بتاعتي كركديه، الصوبيا، التمر هندي، بس على الاقل السكر الطبيعي او السكر اللي باخده مثلا في الفواكه في صورته طبيعية ده مقبول. انما هفصله عن زي ما قلنا الالياف بتاعته، ده هيبقى مضر جدا.
وكمان انا بفطر ودي اول حاجه انا بدخلها لجسمي سكريات هتعلي نسبه الانسولين عندي في الدم، فبالتالي انا هيحصل لي الشوجر رش الجميله اللي بعد الفطار دي، تخن. وبعدها تخمه، وبعدها بهمد، لانه جالي مصدر طاقه سريع بسيط، وبعد كده قل نسبه الانسولين، بتعلى بسرعه وبتقل بسرعه. ده مش في صحتي. انا عايزه امهد لجسمي ومهد لمعدتي دخول الاكل واحده واحده. فلو انا ابتديت بالسوائل دي حاجه لطيفه، الميه طبعا بصوره اساسيه، وبعد كده الشوربه. كل ما باكل السوائل الاول بمهد لجسمي واحده واحده، بعد كده الخضار، بعد كده النشويات او البروتينات. لو انا عايزه اعمل كنترول في النشويات بتاعتي ممكن اخليها اخر حاجه واخلي البروتين قبلها. عايزه اكل اكل غذائي او استخدم كل العناصر الغذائيه اللي احنا قلناها، يبقى انا هاخد بالي من البورشنز كلها تبقى كافيه. لو انا هاكل البروتين، زي ادي لك اكزامبل مثلا ممكن نعتمده، الطبق بتاعي هيتقسم الربع ونص وربع، النص سلطه او خضار، سلطه وخضار او كله سلطه ما فيهوش مشكله. الربعين الطبق التاني بيبقى ربع للبروتين وربع للنشويات. ممكن اعمل ريفيل بنفس الكونسبت ده، انه ربع بروتين ربع نشويات ونصه سلطه وخضار، وجنبيه طبق الشوربه لوحده. انا كده عملت رسمه او خريطه بسيطه جدا لطبقي في رمضان. فبعد الطبق ده هتيجي عندنا التحدي التاني، الحلويات. الحلويات انا لو كلتها بعد الاكل بساعه كده ده مناسب جدا، احسن بكتير ما اكلها لوحدها، لان انا اوريدي جسمي فيه اكل بيتهضم، فمش هتدخل على مش ههضمها وهترفع مستوى السكر عالي قوي في الدم زي ما اكلها لوحدها. فانا ممكن التحدي التاني بتاع الحلويات اكلها مفيش طبعا، يعني ما فيهاش مشكله. انا بحب جدا ان حلويات في رمضان بتبقى حلويات شرقيه، بتبقى اوريدي فريش ومعموله بالمكونات الغذائيه، ولكن التوقيت والكميه هي دي المشكله. لو انا ظبطت التوقيت بتاعها بعد الاكل بساعه انا كده هستفيد بيها، مش هتضرني. لو انا استفدت برضو ان انا اكلها بكميه معقوله ما افرطش فيها، انا كده برضو استفدت بيها. دي احسن بكتير من الاكل اللي ممكن اشتريه من السوبر ماركت او الكشك، الحلويات السناكس السريعه. لا، انا هستفيد بالحلويات بس بصوره مناسبه ليا. يجي التحدي الثالث وهو الاكل بالليل. معظمنا ممكن يعتمد على وجبه رئيسيه وتكون بالليل وفي اخر اليوم، والوجبه دي هي الرئيسيه بتاعته. مفيش مشكله، انا جسمي هيقدر يتعامل معاها وجسمي يقدر يهضمها. المشكله كلها ان انا ما اقدملوش ابسط انواع الاكل السريعه اللي مش هعرف استفيد منه. لا، انا هاكل كاني بالظبط الوجبه الرئيسيه بس هاكلها بالليل. ممكن اخد نفس وجبه الغداء او وجبه الفطار اللي انا فطرتها بس بنص الكميه بالليل. او ابسط حاجه ممكن استفيد منها هي الخضار او السلطه والبروتين. دي وجبه غذائيه كامله، هستفيد من زي ما بنعمل سلطة التونة أو سلطة الجبنة اللي عليها مثلا زيتون زي اللي انت جبتها دي بالظبط. دي حلوة قوي اخدها كبورشن بالليل. لو انا في رمضان فاحنا عندنا ده السحور، ده بيبقى بالنسبة لنا وجبة السحور. ففي رمضان موضوع سهل ولطيف ان احنا عندنا وجبة فطار ووجبة في النص وممكن السحور. فهي الوجبة اللي في النص دي ممكن تبقى السلطة الخفيفة اللي هي عليها بروتين كافي. ممكن في السحور ناخد البروتين بتاعنا من البقوليات زي الفول او البروتين زي البيض. طيب يعني ده كده يودينا في نهاية حلقتنا. آخر سؤال ليكي، إنه ادينا نصايح تبس سريعة بقول نمشي بيها خلاص بقى يعني في حياتنا، حاجات سريعة أكلات أقدر أعملها مثلا في فطار غدا عشاء. أنا عارف إنه أحيانا كتير من الشباب للأسف الشديد بيبقى بيزنق كل أكله في وجبة واحدة، عشان برضو حسب نظام شغله، حسب نظام الجامعة بتاعته، فيوزن مثلا ان هو الوجبة الكاملة بتاعت بالليل او على العصر على حسب يعني كل واحد ونظامه. فقولنا ايه الحاجات ممكن ابقى وانا نازل الصبح اخد حاجة بسرعة اكلها، إيه وانا راجع اوكي، هعمل ايه بسرعة حلو كده. جدا. البيض المسلوق مصدر بروتين عالي جدا وسهل قوي، ممكن اكون اساسا سلقاه بقالي فتره واخده معايا الصبح، دي حاجه سريعه. او لو انا عندي لو احنا بنتكلم مثلا في الدار، اكيد بيبقى في مثلا وجبه فطار الصبح، فانقي البيض او اللي ممكن اخد برضو مصدر. فول بليلة مش بالظبط، عارف ايه. الفول، الجبن. فالفول والبيض هم اساسيين جدا الصبح، ومصدر بروتين سهل، وممكن حتى اجيبه لو انا مستعجل ممكن اجيبه من الشارع. فاحنا دايما عندنا عربيات مصادر. الفول ممكن عربيات الفول اخد. دايما بيبقى فيها بيض وفيها فول صحيح. فيها بطاطس. انا هختار الحاجات اللي مش مقليه
مم. الحاجات اللي في صورتها طبيعيه وفي نفس الوقت المغذيه. زي ما ادينا اكزامبل للفطار، في اكزامبل للغدا برضو. انا لو انا عايز اخد الغدا بتاعي، بدل ما اروح انا كده كده زي ما اتفقنا انا هجيب اكل وهصرف وممكن اجيبه من الكشك او السوبر ماركت، يبقى اختاره بقى في حاجه كويسه. لو انا عندي وقت ان انا احضر من قبلها في واخده على طول من البيت، التلاجة، يبقى ده انسب واحلى حل. حاجه فاحضر اسمها وانا اخده فود بريب. معايا، واخده معايا بالظبط، قبل ما اروح الشغل. احضر معايا اساسي البروتين مم. بتاعي زي ما اتفقنا، ممكن يبقى فراخ او لحمه او سمك. والسلطه مش لازم متقطعه، ممكن اخدها في صورتها زي ما هي، الخيار الجرجير الصوره الطبيعيه بتاعتها من غير ما تقطيع، دي بتوفر لي الوقت جدا. فانا ممكن اخدهم زي ما هم كده، او لو انا عامله حاجه اسمها فود بريب او ان انا تحضير الاكل، دي تبقى في صالحي ان انا عامله الاكل الحلو اللي انا عايزاه ومخزناه بقالي مثلا ممكن استفيد بيه 3 ايام في الاسبوع. يبقى انا كده ما حطيتش نفسي تحت اراده ايه ان انا اخد اكل سريع unhealthy بالنسبه لي في الشارع. فالغدا والفطار دول اهم وجبتين اساسيتين، لان تقريبا في العشاء انا اوريدي خلاص ببقى نهيت يومي، ببقى في ايدي ان انا اكل بقى الاكل الطبيعي. ممكن اخد زبادي، سلطه، المكسرات، اختم اكلي بحاجات خفيفه ما تاذينيش، ما تخلينيش تقيله وانا داخله انام، علشان اعرف ان انا ابقى صاحيه فريش تاني يوم. حلو أوي يا دكتور، يعني يمكن دي احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا. حابب اشكرك جدا. هل في اي حاجة حابة تضيفها لنا في الاخر ولا لا تمام كده؟ انا مبسوطه جدا ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا ابتدينا ناخد خطوه في ان احنا نتعرف اكتر على العادات الصحيه اللي حوالينا اللي احنا ممكن نستفيد بيها، وتخلينا مسؤولين عن نفسنا اكتر تجاه صحتنا، لانه ده احسن استثمار لحياتنا. شكرا جدا ليكي. يمكن بشجع كل الشباب بقى اللي بيسمعونا وكل الاطفال اللي لسه جوه الدور او كده، انه بقول دي حلقة بس حطينا ايدينا بس كده على اهم النقط اللي بيها ممكن تبتدي انت تجري وتدور اكتر، تبتدي تشوف ابلكيشنز وتطبيقات على الموبايل تقدر تساعدك، تبتدي تخلي بالك من نومك من اكلك وشربك. كمان موضوع الرياضة قد ايه مهم وقد ايه هيفرق معانا في حياتنا، سواء واحنا لسه في الدار او لما كمان بنخرج من الدار. شكرا جدا دكتور، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست جالك في حوار. شكرا.